صراحة أنا مش عارف هو المجلس بتاع الزمالك بيعمل إيه بجد والله يعني. لا مواقف بتتاخد ولا معمول له حساب. النهاردة جماهير الزمالك بتتوقف ماتشين عشان اعتراضات والكلام ده. وكأن جمهور الزمالك بس اللي من أول الدوري، يعني احنا دلوقتي عدى في الدوري مثلا تقريبا 25 أسبوع مثلا. هو جمهور الزمالك بس اللي بيتوقف. مش هقول لك جماهير الفرق اللي لها جماهير، لا حتى الجماهير اللي هي الجماهيرية الصغيرة. يعني أنا متأكد إن بقية جماهير مصر مش بتقعد في الاستاد تقرا قرآن يعني. لكن جمهور الزمالك بس اللي بيتوقف. يتوقف قبل كده ماتش، دلوقتي يتوقف ماتشين. رغم إن جماهير الأهلي يعني الماتشات اللي متبقاش النتيجة ماشية بيبدأ الشتايم تشتغل. يعني هم مثلا الماتش اللي انسحبوا فيه الشتايم كانت شغالة عادي، فالمفروض بقى بعد كده ما فيش حد يحضر، ما طلعش قرار. فأنا ما أعرفش يعني هل الدرجات دي المجلس دوت مش معمول له حساب، أو بالنسبة لهم شفاف مثلا. موضوع الخصم 3 نقط بتوع الأهلي لحد دلوقتي ما حدش يعرف عنهم حاجة، رغم إن هو لما حصل مع الزمالك السنة اللي فاتت في نفس الأسبوع كان العقوبة كاملة على الزمالك. أم، ما أعرفش الصراحة. ما والنهارده مثلا مجلس الزمالك بيطلع بيان بيهني النادي الاهلي السعودي ببطولة اسيا، وما جابش سيرة خالص العقوبات اللي اتحطت على النادي. يعني انا مستغرب الصراحة من الاداء بتاع مجلس الادارة. وطلع الكلام ان في فرصة لبيسيرو لاخر الموسم عشان يحسن موقفه. انا ما اعرفش يعني هو بيسيرو ده لو كسب ال5 ماتشات الجايين مثلا وكسب بيراميدز، هل ده معناه ان هو مدرب يستحق ان هو يبقى مدرب نادي الزمالك؟ وده بقى اللي بنبدأ بيه الموسم الجاي، اللي احنا يبقى عايزين نرجع فيه افريقيا، وعايزين وعايزين وعايزين. آه قرارات غريبة، ومفيش مفيش اي حاجة عدلة بتحصل الصراحة. ما اعرفش لو حد شايف اي حاجة عدلة بتحصل يقول لي يعني. فقدان هيبة. آه غريب. ما كان يعني ما كناش متعودين عليه الصراحة بالمنظر ده بالدرجة دي. ولكننا نادي شركات ملوش جمهور يعني. آه الزيرو هيشتكينا، هيطلب فسخ عقده من طرف واحد تقريبا. والصراحة المجلس دوت لو معينش محامي من المحامين الدوليين ان هو يوقف اللعيب ده مش اقل من 6 شهور، تبقى فضيحة. لما لعيب يطلب بفسخ عقده من عندك عشان يلحق يلعب مع النادي المنافس ويستعد معاه، تبقى فضيحة. أه بس مفيش أي حاجة تتقال، مفيش أي حاجة عدلة تتقال، وادينا قاعدين بنتفرج.